المجال الثقافي بتنوعه يرتكز على دعمه الكلي في عدة نقاط أساسية، والمهرجان الدولي للسماع الصوفي في طبعته 12 يعتبر نافذة ثقافية تطلب مشاركة 21 دولة بولاية الأغواط. احتفت بشخصية تربط بين الجزائر ومصر، وهي الشخصية المحورية الشيخ الشهيد سيدي موسى بن حسن رضي الله عنه ورحمه. وسيدي موسى بن حسن شخصية يربط بين الجزائر ومصر باعتبار أن أصوله الأولى مصرية، واستشهد مكافحا في معركة الزعاطشة. خلال اللقاء حضورنا في البدايات عرفنا أن هذا الجمهور هو جمهور سميع، وجمهور يعني يعرف المديح، خاصة أن هذا الأمر الطابع الصوفي يعني خاص بالمديح. عروض فنية إنشادية تغنت بالمدح الصوفي وبمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالهدف هو التلاحم الثقافي والتراثي بين هذه الفرق الدولية المشاركة. مهرجان دولي يعني بهذا المستوى من شأنه أنه يكون قيمة ثقافية حقيقية للجزائر ولمدينة الغواط. أتمنى التوفيق لكل المشاركين، وأتمنى له صدى إعلامي كبير. وهي مناسبة أيضا لإعادة تهيئة القاعة السينمائية مزي وسط مدينة الأغواط، وكذا تدشين القسم التفسيري لجيولوجيا الأرض بالديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي. وأخيرا تم تكريم العديد من الفنانين والذين ساهموا في إيصال الأغنية الأغواطية خارج أسوار هذه الولاية.